انا تقريبا بقالي اكتر من ساعه واقفه قدام الكاميرا بحاول اصور واتماسك عشان اعمل لكم حلقه حلوه زي ما انتم متعودين. في الحلقه دي انا هشرح مجموعه ديرماكتيف للبشره الدهنيه والمختلطه. وتحيزي لشركه ديرماكتيف مش بس عشان هي شركه مصريه عامله برودكتس بجوده عالميه او ان الريفيوهات بتاعتها كويسه واسعارها هايله وده اللي مخليني اعمل منها بارت 2، ولكن لان انا شايفه ان لينا دور كبير جدا في المقاطعه لاي حد بيدعم الكيان اياه. انا مش هتكلم عنه عشان الالجوريزم، وانا فعلا عايزاكم تشوفوا الحلقه دي لان انا عامله فيها مجهود وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. بس شايفه ان في شركات احنا ما ينفعش نتكلم عنها الفتره الجايه، والشركات دي انا هحطها لكم في نهايه الحلقه. لاروش، فيشي، سيرافي، في حاجات كتير جدا انا مش هتكلم عنها الفتره الجايه، وهحاول الاقي لكم بدايل سواء مصريه او عالميه بنفس الكواليتي، وزي ما انتم متعودين الحلقات تبقى لذيذه وخفيفه. فعشان ما اطولش عليكم لان انا فعلا مش قادره اتكلم في الحلقه دي قوي، انا دكتور ناديه متعلقه ويلا بينا نبدا. ما في عمرنا كلنا بنتعرض لظهور الحبوب بسبب هرمونات، استرس او اسباب كتير قوي. والحبوب اللي احنا بنشوفها دي بتكون بسبب خلل في افراز الدهون الخاصه بالبشره، فالدهون بتتجمع تحت الجلد وده اللي بيخليها تظهر في شكل حبوب سواء ملتهبه او لا. والحبوب الغير ملتهبه بتبقى بسبب انسداد في مسام البشره وليها اشكال كتير زي الرؤوس السوداء او التجمعات الدهنيه اللي تحت الجلد، وده طبعا بيسبب ضيق لناس كتير جدا. للاسف في بنات لما بتشوف الحبايه بتحاول انها تشيلها بالشكل اللي احنا شايفينه وده بيؤدي لانتشار البكتيريا. وفي ناس كمان بتستخدم هوم ريميديز او الحاجات اللي احنا ممكن نحطها على بشرتنا في البيت، وده بيؤدي الى ان البشره تتدهور اكتر واكتر. فالحل اكيد ان احنا نستخدم روتين بشره متوازن يكون فيه كل العناصر اللي احنا محتاجينها، من غسول لمرطب لسيرم، عشان يحافظ على البي اتش بتاع البشره او قلويه وحمضيه البشره ما بين 4.5 ل 6.5. والاهم من ده كله ان المنتجات دي تبقى مرشحه من قبل دكاتره جلديه. ومن هنا هنبدا شرح الديرماكتيف الاكتي كلير، المجموعه المخصصه للبشره الدهنيه والمختلطه وحب الشباب. المجموعه بتساعد في علاج شوائب البشره الدهنيه وبتهديها. مكوناتها فعاله ونشطه زي اهم مكونين احنا بنستخدمهم للبشره الدهنيه وهو الساليسيليك اسيد والنياسيناميد. وكل المنتجات دي بتحافظ على ترطيب البشره وبتستهدف عيوبها، وكمان هي ممتازه لاصحاب المسام الواسعه. والويب سايت بتاع شركه ديرماكتيف من اكتر الحاجات بصراحه اللي انا حباها، لان انا حاسه كانه ويب سايت اجنبي بالظبط. حاطين فيه الاربعه رينج بتاعت البرودكتس، وهي اول حاجه الغسول، تاني حاجه الماتيفاينج جel، الكوركتنج سيرم، واخيرا الاي سي كريم. وهنبدا مع اول برودكت وهو الاكتي كلير كلينزنج جل المخصص للبشره الدهنيه والمختلطه. هو زي ما احنا شايفين 200 مللي وسعره 179 جنيه، وده يعتبر سعر كويس جدا بالنسبه لحجمه. خلينا نقول ان هو ليه فعاليه مزدوجه بتساعد في تخفيف الحبوب والرؤوس السوداء وبتجدد الخلايا. اما بقى عن التركيبه بتاعته فهو خالي من الصابون وجواه مواد فعاله هايله. لو بصينا للمواد الفعاله هنلاقي الساليسيليك اسيد محطوط في الاول، ده معناه ان هو مقشر وتاثيره هيبقى كويس جدا. مش بس كده، في كمان جلايكوليك اسيد وسيتريك اسيد موجودين في التركيبه، والاهم الصوديوم هايلورونيت. اما بقى عن استخدامه فاحنا بنستخدمه كمنظف عادي جدا للبشره بشكل دائري صباحا ومساء. والجميل اللي فيه ان التركيبه بتاعته متوازنه، وده اللي بيخليه ان هو يعرف يحافظ على البي اتش بتاع البشره زي ما احنا قايلين. نيجي بقى للستار بتاع المجموعه من وجهه نظري وهو الاكتي كلير كوركتنج سيرم. السيرم ده مخصص للناس اللي عندها اثار حبوب او بقع في بشرتها وبلاك هيدز او رؤوس سوداء، وكمان لاصحاب المسام الواسعه. هو 30 مللي ب 239 جنيه. وانا ليه بقول عليه الستار بتاع المجموعه؟ لانه ببساطه كومبو جواه كل المواد الفعاله اللي انت محتاجاها لبشرتك، فمش هتحتاجي تستخدمي حاجه غيره. جواه جلايكوليك اسيد وساليسيليك اسيد وكمان لايبوزومال فيتامين سي، وده نوع الفيتامين سي ده امتصاصه اعلى 1000 مرة من الفيتامين سي العادي. وكمان جواه ريتينول واحسن فورم من فورمات الهيالورونيك اسيد وهي الصوديوم هيالورونيت. ولو بصينا للتركيبه هنلاقي النياسيناميد في الاول، الصوديوم هيالورونيت في الاول، ده معناه ان تركيزهم حلو جدا. جلايكوليك اسيد موجود، كوجيك اسيد موجود، ساليسيليك اسيد، والريتينول. فاكيد مش هتحتاجي حاجه تانية. اما عن استخدامه بنستخدم من نقطتين ل3 على الوجه وهو ناشف. بما ان في ريتينول فاكيد بنستخدمه بالليل، وممنوع خالص نحطه في منطقه العين. وعشان بشرتك تعجبك وتفضل خاليه من الحبوب خلينا نكمل مع بعض بقيه الروتين. وخدعوك فقالوا ان البشره الدهنيه والمختلطه مش محتاجه ترطيب، وده اللي هنقوله انه غلط دلوقتي، لان احنا محتاجين مرطبات للبشره الدهنيه والمختلطه تساعد على تنظيم افراز الدهون، وده اللي بيعمله الهيدرا ماتيفاينج جل من ديرماكتيف. هو 50 مللي وسعره 159 جنيه.
وبنستخدمه لاصحاب البشره الدهنيه والمختلطه اللي محتاجه انها ترطب بشرتها، لان زي ما احنا قلنا المرطبات مهمه جدا. واهم مزاياه ان هو بينظم افراز الدهون على مدار اليوم وليه فعاليه كويسه جدا في المسام الواسعه. والاحلى من ده كله ان هو امن تماما ان احنا نستخدمه مع الايزوتريتينوين، مرطب مثالي، وممكن نستخدمه كمان كبيز للميك اب. ومن اهم المواد الفعاله اللي فيه مستخلص البروبيلس او صمغ النحل، ودي حاجه من الحاجات اللي مضاده للاكسده كويسه جدا. وزي ما احنا شايفين النياسيناميد جاي في الاول في التركيبه، والصوديوم هيالورونيت، يعني مرطب ممتاز ومش هتحتاجي مرطب تاني خالص بعده. اما عن استخدامه فاستخدامه بيكون صباحا ومساء بعد ما بننشف بشرتنا كويس او عند الحاجه. ولو بشرتك بتعاني من الحبوب الملتهبة أو حتى خايفة إن المسام الواسعة ممكن تقلب برؤوس سودا، الاختيار الأمثل المرة دي هيكون الأكتي كلير جلوبال اي سي كريم. الكريم دوت حجمه هو 50 ملي وسعره 209، والمختلف إن فيه إن هو التركيزات بتاعته أعلى شوية من الجل، فبالتالي هينفع أو يكون رعاية متكاملة بالنسبة لأصحاب البشرة اللي فيها حبوب ملتهبة. وتعالوا مع بعض نبص على التركيبة. هو يعتبر بيدي رعاية متكاملة وفعالة، خصوصا ان فيه مواد بتكافح البكتيريا المسببة للحبوب، وطبعا بتمنع تأكسد الرؤوس السوداء. وغير كده كمان هو ماتيفاينج او بيمنع لمعان البشرة، بيقعد 8 ساعات لمعان اقل بنسبة 28%، والنتائج بتكون ملحوظة جدا في خلال اول اسبوعين استخدام. ومش بس كده، كمان هو احسن حاجة ممكن نستخدمها كمهدئة او ملطفة لحبوب الملتهبة. اما بقى عن استخدامه، نقدر نستخدمه في اماكن الحبوب الملتهبه او على الوجه بالكامل بعد التنظيف صباحا ومساء. وزي ما احنا متفقين منطقه العين ما بنجيش جنبها خالص. نبقى خلصنا مجموعه الاكتي كلير الخاصه بالبشره الدهنيه والمختلطه. هيبقى ناقص لكم مجموعه الترايكو اكت الخاصه بالشعر، ودي هعملها في بارت 3، وكده يبقى غطينا الرينج بتاع درماكتيف كله. دلوقتي هحط لكم الشركات اللي يجب علينا ان احنا نقاطعها الفتره الجايه الخاصه بالسكين كير والهير كير، ويا ريت تاخدوها سكرين شوتس وتبعتوها لاصدقائكم عشان كلنا نستفاد زي ما احنا متعودين. واشوفكم في الحلقه الجايه.